بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله قررت أشرح GitHub Actions بناء على طلبكم الأخير. هنتعرف مع بعض بالتفصيل على GitHub Actions وكمان هيكون معانا ديمو بروجكت هنبتدي من خلاله نبني CI/CD pipelines بداية من الكود يحصل له بوش على الريبوزيتوري لحد ما يوصل على البرودكشن سيرفر. ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد ويلا بينا. جيت هاب اكشنز عبارة عن اوتوميشن بلاتفورم تقدر من خلالها ان انت تبني ديب اوبس ورك فلو كاملة. تقدر ان انت تعمل رن لباك جراوند جوب زي مثلا كران جوب، تعمل لك باك اب للداتابيس في وقت معين او لو عايز تشغل او تطفي ابلكيشن برضه في وقت معين. ده لان هي بتعتمد على ايفنت دريفن اركتكتشر، يعني مجموعة تاسكس معينة انت بتحددها بتبتدي تتنفذ بناء على ايفنت معين بيحصل. زي مثلا لو انت بتعمل تشيك اوت لاوردر على امازون او اي كوميرس، فبيبتدي يترتب على الاوردر ده او التشيك اوت ده مجموعه مهام معينه، زي مثلا ان انت يجيلك ميل نوتيفيكيشن او ان هم يبتدوا يعملوا خصم لسعر المنتج من الكريدت كارد بتاعتك. دي بالظبط فكره الايفنت دريفن اركتكتشر. طيب عندنا مجموعه ايفنتس طبعا هنا متقسمين كاتيجوريز، ممكن ان احنا نستخدمهم في جيت هاب اكشنز، زي مثلا البوش ايفنت. يعني لما يحصل بوش للكود بتاعي على الريبوزيتوري هبتدي ان انا انفذ مجموعه تاسكس معينه، او لما يحصل مثلا بول ريكويست. طبعا عندي مجموعه ايفنتس اكتر من كده بكتير، هسيب لك اللينك في الديسكريبشن لو انت حابب تستخدمهم او تقرا عنهم، ولكن دول اشهر الايفنتس اللي انت تقدر تستخدمهم مع جيت هاب اكشنز، او هتشوفهم كتير في البروجكتس اللي انت هتشتغل عليها. ده عبارة عن سامبل ورك فلو هنبتدي نبص عليه مع بعض قبل ما نبتدي في الديمو بروجكت. ده عبارة عن يامل فايل، في البداية بحدد اسم الورك فلو بتاعتي، وبعد كده بحدد مجموعة الايفنتس اللي انا هعتمد عليها في الورك فلو. ممكن احدد ايفنت واحد او اكتر، انا هنا مثلا محدد البوش ايفنت عشان لما الكود بتاعي يحصل له بوش على طول ابتدي انفذ مجموعة الجوبز او الاكشنز. كمان عندي مجموعة conditions ممكن إن أنا أعتمد عليها، زي مثلا البرانشز. ممكن أحدد مجموعة برانشز لما الكود يحصل له تشينج على واحد من البرانشز دي يحصل على طول تريجر للورك فلو بتاعتي. كمان ممكن أحدد الباس، يعني ممكن مثلا أقول له لو الكود بتاعي اللي جوه السورس فولدر حصل له تشينج برضو ابتدي شغل الورك فلو. لحد كده إحنا ما نقدرش نسمي دي work flow كاملة، لأن لازم يكون عندي طبعًا مجموعة المهام اللي هتتنفذ لما الإيفنت ده يحصل له trigger. بابتدي أعرّف مجموعة الjobs بتاعتي أو الtasks بتاعتي، وكل job بيكون ليها name أو ID. لازم الname ده يكون بيعبّر فعلًا على الjob دي مهمتها إيه، عشان بعد كده لما يكون عندي أكتر من job أقدر إن أنا أفرّق ما بينهم، وفي عملية الdebugging لو حصل مشكلة أقدر أعرف المشكلة حصلت فين بالضبط. كل job بيكون ليها runner، بابتدي إن أنا أعرّف الrunner ده على مستوى الjob، ولمّا بادخل على job جديدة باعرّف لها برضه runner. الrunner ده بيكون عبارة عن virtual machine بيبتدي الGitHub إن هو يعمل له create علشان يعمل execute لمجموعة الsteps اللي أنا محددها. يعني مثلًا أنا هنا باقول له هتعمل لي check out للكود أو clone للكود، فهيبتدي إن هو يعمل clone للكود على الrunner أو الvirtual machine دي. وبعد كده يبتدي يكمّل بقى إيه الsteps، زي مثلًا إن أنا عايز أعمل install للNode.js، عايز أعمل build للكود، كل ده هيتنفّذ على الrunner. باحدد له الoperating system اللي أنا محتاجه وهو بيعمل له create. علشان أعمل مثلًا clone للكود أو أي action في مجموعة template أو actions معيّنة، بابتدي إن أنا أعمل لها use، وهنشوف مع بعض إزاي إن إحنا نعمل search على الactions دي. دي الطريقة اللي إحنا بنستخدم بيها الactions داخل الwork flow بتاعتنا. بنبتدي نقول له actions slash وبنحدد اسم الريبوزيتوري أو الأكشن، وبعد كده بنحدد التاج أو الفيرجن نمبر. بيبتدي جيت هاب يروح على الريبوزيتوري دي، وبعد كده بيعمل فيتش للكود اللي على الريبوزيتوري، وبعد كده بيعمل له رن على الرانر أو الفيرتشوال ماشين اللي إحنا بنحددها داخل الجوب. زي بالضبط فكرة لمّا بنيجي نعمل import لexternal package أو third party package في الكود بتاعنا، زي مثلًا express أو malter. إحنا مجرد بنعمل import للpackage عندنا في الcode base وبنقدر نستخدم كل الproperties بتاعتها.
يُفضّل قبل ما تكمّل الفيديو يبقى عندك معرفة سابقة بأساسيات الGit، يعني تقدر إن أنت تعمل push للكود pull أو تعمل pull request، كمان يبقى عندك معرفة بالYAML file أو الYAML syntax، وده عبارة عن configuration file بنستخدمه مع GitHub Actions، وكمان بنستخدمه مع حاجات تاني زي الDocker Compose مع الKubernetes وهكذا. لو ما عندكش معرفة بالCI/CD concept يُفضّل تشوف آخر فيديو على القناة، هاسيب لك الlink في الdescription، شرحت في الفيديو ده يعني إيه CI/CD بالتفصيل. تعالوا في البداية نشوف الwork flow diagram بتاعنا قبل ما نبتدي في الكود. طبعًا يُفضّل قبل ما تبتدي شغل على الwork flow لازم الأول تشتغل على الdiagram. أحيانًا ممكن تشتغل على work flow complex جدًا، ممكن تاخد منك أيام، فلازم الأول تبني الdiagram بتاعها علشان تعرف إيه الsteps اللي أنت هتعتمدها في الwork flow، وكمان علشان تبقى عارف أنت وصلت لحد أنهي step وإيه الstep اللي بعد كده. زي بالضبط ما بتيجي تعمل تصميم للdatabase. فعلشان تعرف تكوّن الrelation صح محتاج ترسمها كERD diagram، فاهتم جدًا بموضوع الdiagram إلا لو كانت الwork flow بتاعتك حاجة simple جدًا. طيب تعالوا نشوف الwork flow بتاعتنا هتبتدي إزاي. أول ما يحصل push للكود على الrepository تحديدًا الmain أو الmaster branch هيبتدي الGitHub يقرا الconfiguration file بتاعنا، اللي بيكون في .github/workflows/الYAML file اللي إحنا هنبتدي نحدد فيه الwork flow، وده الpath اللي بيعتمده GitHub Actions. طبعًا إحنا هنكون محددين الpush event فهيبتدي يحصل trigger للpush event. بعد كده هنبتدي ندخل على الCI process. اللي هيحصل بعد كده إن GitHub Action هيبتدي يعمل create لrunner أو زي ما قلنا virtual machine يبتدي execute الjobs عليها. بعد كده هنبتدي نعمل clone للكود على الvirtual machine دي، ونعمل install للdependency بتاعتنا. بعد كده لو عندنا test files أو test case هنبتدي نعمل run للtest، وبناءً على الtest ده لو pass هنبتدي إن إحنا نعمل build للartifact أو للكود للsource code. لو حصل مشكلة هنبتدي إن إحنا ممكن نبعت notify أو اللي هيحصل تلقائي إن الpipeline كلها هتُقف. لو حصل success أو الtest بقى success هنبتدي نروح للprocess اللي بعد كده وهي الdeploy. هنعمل deploy للsource code بتاعنا على EC2 instance لو حابب تستخدم حاجة زي DigitalOcean أو Stinger طبعًا it's up to you. أنا هاستخدم AWS. بعد كده آخر خطوة زي ما قُلنا هنعمل deploy على الEC2 instance. ممكن طبعًا يبقى في steps زيادة لو أنت حابب إن أنت بعد ما تتفرّج على الفيديو وتعمل عنها search، زي مثلًا إن أنت تبتدي تحط health check أو مثلًا تبعت notification للdevelopment team. دي خطوة يعني bonus ممكن لو حابب إن أنت تسيرش عليها، أو لو في أي مشكلة ممكن تسألني في التعليقات وأنا هاساعدك. طيب لحد كده دي الwork flow بتاعتنا. هنبتدي بقى نروح على الcode repository، هاسيب لك الlink في الdescription وتعمل clone للproject على الlocal machine اللي أنت شغال عليها. ده الproject اللي إحنا هنشتغل بيه. طبعًا هاسيب لكم link الrepository في الdescription. هو عبارة عن Node.js application مجرد بيقوم HTTP server، ولو رُحت على الindex هيبتدي يبعت لك message hello world. تمام؟ طب عندنا طريقتين عشان نبتدي نبني الwork flow بتاعتنا. أول طريقة من الGitHub UI ذات نفسه، وتاني طريقة إن إحنا هنبتدي from scratch template إحنا اللي هنبنيه بنفسنا. طبعًا إحنا هنتبع الطريقة التانية إن إحنا هنبني الwork flow بتاعتنا from scratch، ولكن عايزين نشوف برضه الطريقة الأولى من الGitHub UI. أول حاجة وإحنا واقفين كده على الrepository هنبتدي نروح على actions. هنا الGitHub بيرشح لي templates جاهزة ممكن إن أنا يعني أعدِّل عليها، وممكن كمان ما احتاجش إن أنا أعدِّل عليها. يعني هنا بيقول لي suggested for this repository. طيب بيsuggest me بقى إيه webpack deno publish node.js package to GitHub packages publish node.js package. طبعًا علشان الrepository اللي أنا واقف عليها عبارة عن node.js project، فهو بيsuggest للrepository دي إن أنا ممكن أستخدم templates مناسبة التكنولوجي اللي أنا شغال بيها. ممكن أكون أنا شغال Python application، فساعتها الtemplates هنا هتختلف تمامًا.
لو نزلنا تحت شوية هنلاقي إن في أكتر من template هو مقسّمهم categories، ممكن أستخدم الtemplate اللي أنا محتاجه. يعني مثلًا تعالوا نروح لحاجة زي دي publish node.js package، هاقول له configure، هيبتدي إن هو يطلّع لي الtemplate أقدر إن أنا أعدّل عليه أو أقدر إن أنا أستخدمه زي ما هو. وطبعًا لو دوست commit هيبتدي إن هو يعمل لي الYAML file، ملف الYAML file في .github/workflows، ده مكان الconfiguration file أو الYAML file اللي هيستخدمه GitHub Actions. تمام، ولكن زي ما قُلنا إحنا هنبني الworkflow بتاعتنا from scratch مع بعضينا. تمام، طبعًا برضه عندك هنا option إن أنت تقول له actions وبعد كده تقول له set up a workflow yourself، وتبتدي إن أنت تبني الworkflow بتاعتك أو تحدد الworkflow بتاعتك، ولكن إحنا هنروح على Visual Studio Code، هنشتغل على Visual Studio Code أفضل. أول حاجة هتبتدي تعمل npm install، طبعًا اتأكد إن Node.js موجود على الماشين بتاعتك، وبعد كده قُل له npm run dev علشان تعمل run للscript. طيب إحنا دلوقتي محتاجين نبني الworkflow بتاعتنا، علشان GitHub Actions يبتدي يتعرّف على الconfig file لازم يقراه من path معيّن، وهو .github/workflows/الYAML file اللي هيكون فيه الworkflow. فإحنا هنبتدي نعمل create للpath دوّة، نقول له أول حاجة .github، وطبعًا من اسمه بيبتدي بدوت فهو عبارة عن hidden folder، وجواه هيكون فيه directory اسمه workflows، وبعد كده الYAML file بتاعنا أنا هاسميه ci-cd.yaml. هنبتدي أول حاجة إن إحنا نعمل define للworkflow name، هنسميها مثلًا http app workflow. شوف الاسم اللي يناسبك. تمام، أهم حاجة يكون اسم فعلًا بيعبّر على الworkflow. بعد كده هنحدد الevents بتاعتنا، زي ما قُلنا إحنا هنحدد الpush event، فهنيجي هنا نقول له on، بعد كده tab، ننزل تحت وtab وهنقول له push. ناخد بالنا كويس إن الYAML file بيشتغل بالindentation، ناخد بالنا من الwhite spaces أو المسافات وإحنا شغالين. طيب بعد ما نقول له push محتاجين conditions معيّنة، محتاجين بقى إن إحنا نعمل define للbranches اللي إحنا عايزين نtrigger الevent ده عليها. فهنيجي ننزل كده وهنقول له branches وهنعرّف الbranches بتاعتنا. أنا هاقول له main، ممكن أنت برضه تقول له master حسب اسم الbranch، ممكن مثلًا زي ما قُلنا لو عايزين نستخدم regular expression يعني ممكن أقول له مثلًا feature/ و2 asterisk، يعني زي ما إحنا عايزين. ممكن أحدد event تاني، ممكن أقول له مثلًا تحت الpush هنا، آجي هنا على نفس الline وهاقول له pull request، وبرضه أحدد الbranches اللي أنا عايزها، أقول له مثلًا main branch زي ما أنا عايز. هاعمل على ده comment دلوقتي، ولكن خلّيه عشان يكون reference. زي ما إحنا شايفين بيقول لي missing property jobs، كده الwork flow مش كاملة، إحنا كده محتاجين نعمل define للjobs أو الtasks بتاعتنا. خلاص إحنا عرّفنا الevent، هنبتدي بقى نعرّف الtasks أو الjobs. هنيجي هنا عند نفس الline اللي مكتوب عليه on وهنقول له jobs. أول job عندنا هتكون للtest and build، لازم الاسم يكون بيعبّر فعلًا على عن الjob دي. زي ما قُلنا إن كل job هنبتدي نعمل define للrunner بتاعها، الrunner اللي هيحصل عليه execute لكل الsteps اللي إحنا هنعمل لها define. فهنيجي هنا هنقول له runs on، هاقول له ubuntu-latest. كده إحنا عرّفنا الjob name والrunner، محتاجين بقى إن إحنا نبتدي في الsteps. طيب إيه الsteps اللي إحنا محتاجينها في الjob بتاعتنا؟ من اسمها كده test and build، فإحنا محتاجين أول حاجة نعمل clone للكود، يبقى محتاجين تعالوا هنا الأول نقول له steps، وأول step عندنا هتبقى check out code أو clone code. تمام. طيب بعد ما نعمل clone للكود هنعمل install للdependency بتاعتنا.
عن طريق npm install. تعالوا الأول نحدد الأكشن بتاع الكلون، هنقول له uses actions slash checkout add version 5. تاني step معانا هنعمل install للdependency أو الpackages بتاعتنا الNode.js packages. ده مش هيكون action، ده هيكون عبارة عن shell script. علشان أعمل run لshell script هقول له هنا run، هقول له npm install. طيب أول حاجة علشان أعمل run لnpm command محتاج الvirtual machine بتاعي يكون عليه أصلا Node.js، يعني محتاج أعمل install للNode.js عليه. في عندنا action، الأكشن ده من خلاله هيعمل لي setup للNode.js وكمان بالversion اللي أنا هحددها. تعالوا مع بعض نشوف الأكشن ده. هنروح على الماركت بليس مرة تاني وهقول له setup Node.js setup Node.js environment. تعالوا كده، طبعا هنا بيقول لنا التشينجز اللي موجودة في version 6 وهنا طريقة استخدام الأكشن، ودي البرومز اللي احنا ممكن نحتاجها لو أنا عايز أحدد النود فيرجن مثلا. تمام، لو أنا محتاج أحدد الأركتكشر وهكذا. فأنا هقول له هات لي كده اسم الأكشن، وهنروح مع بعض على الفيجوال ستوديو كود، وجاي هقول له هنا name setup node.js environment، وهقول له paste اسم الأكشن. لو عايز أحدد فيرجن معين هقول له with، وبعد كده هقول له النود فيرجن. تعالوا نتأكد عشان تقريبا في مشكلة. with وبعد كده النود نود هايفون فيرجن. تمام، أقول له هنا نود هايفون فيرجن وأقول له 24. يبقى أنا عملت سيت اب للنود جي اس انفايرمنت، وبعد كده هعمل انستول للديبندنسي. بعد كده المفروض إن أنا هعمل run للتست. طبعا إحنا هنا ما عندناش تيست فايلز، فممكن نعمل skip للستيب الجزء ده، بس المفروض إن أنا أقول له npm run test. ممكن نعمل عليها comment، ممكن نشيل الدبل كوست دول. نفترض إن إحنا عملنا run للتست. لو طبعا التست حصل له pass أو success هنروح بعد كده للستيب اللي بعدها. هو أوتوماتيك لو حصل مشكلة في التست هيوقف البايبلاين كلها. لو مفيش أي مشكلة هيبتدي في الستيب اللي بعد كده، وهي ال build artifact أو مثلا compile source code، وده برضه هيكون عبارة عن shell script. أقول له run npm run build. يبقى أنا أول حاجة عملت كلون للكود، بعد كده عملت سيت اب للنود جي اس انفايرمنت، حددت النود فيرجن، عملت انستول للباكجز، وبعد كده عملت كومبايل أو بيلد للكود بتاعي. طيب تعالوا بقى نعمل تيست على الستبس دي ونشوف مع بعض إيه اللي هيحصل. طيب تعالوا بقى نعمل كوميت للكود بتاعنا، هنقول له git add و commit define the first workflow، بعد كده نقول له git. هنا بس في يعني typo بسيط بس مش مشكلة. طيب تعالوا بقى نرجع تاني على الrepository. هنرجع على الrepository، بعد كده هندخل على actions. دي الwork flow بتاعتنا. هنا هو نفذ خلاص الtest and build job. تعالوا كده ندوس عليها. طبعا مفيش أي مشكلة حصلت في أي step. لو في مشكلة هيبتدي إن هو يجيب لي خطأ في الستيب اللي حصل فيها المشكلة. دي بقى ميزة الليبلز، لازم الليبلز تكون واضحة عشان تعرف بالظبط المشكلة حصلت في أنهي ستيب بالظبط علشان تبتدي تعمل ديباج للمشكلة.
يعني مثلًا لو هنرجع تاني للكود، تعالوا مثلًا نشيل الinstall. طبعًا طالما ما فيش install يبقى كده هو مش هيقدر يعمل build للكود. تعالوا كده نشوف remove install step ونقول له push. نرجع تاني على actions، هندوس على الcommit، هندخل على الjob. كده هو عمل setup وهنا حصل مشكلة. حصل مشكلة في الcompile، في الstep بتاعة الcompile. فلو في مشكلة هيبتدي يجيب لي عليها علامة خطأ. تمام، وبعد كده أقدر إن أنا أقرا من الlogs علشان أdetect المشكلة في إيه بالضبط. نرجع تاني لVisual Studio Code، هنرجّع بقى كل حاجة زي ما كانت، وتعالوا نروح على الdiagram بتاعنا. إحنا كده خلّصنا الCI process وهنبتدي نعمل define لjob جديدة علشان نعمل deploy للكود على الEC2 instance أو السيرفر بتاعنا. إحنا محتاجين دلوقتي إن الكود اللي إحنا طبّقنا عليه الsteps بتاعتنا زي الinstall dependency، الrun test، وأخيرًا الbuild، محتاجين ناخد الcode base ده أو محتاجين ناخد الsource code ده ونعمل له deploy على السيرفر بتاعنا. فتعالوا نرجع مرة تاني على الVisual Studio Code ونشوف هنعمل ده إزاي. هنرجع تاني على الVS Code وهنبتدي إن إحنا نعمل define للdeploy stage. هنيجي هنا عند نفس الline بتاع test and build stage وهنقول له deploy، وهنبتدي إن إحنا نحدد الرانر برضه هيكون ubuntu-latest. طب إحنا محتاجين إيه؟ إحنا محتاجين الكود اللي كان في الstage دي، تمام، نعمل له download على الرانر الخاص بالdeploy job أو الdeploy stage. محتاجين نفس الكود اللي كان موجود هنا، مش هنعمل له check out من جديد. طيب ده هيتم إزاي؟ هنضيف step تانية اسمها upload artifact. طب اسم الأكشن هيكون upload artifact at v4. الأكشن دي مهمتها إن هي تعمل upload الفايلز اللي أنا هحددها إزاي؟ هقول له with. أول حاجة هيكون في name، النيم ده هنسميه مثلا source code، سميه زي ما تسميه عادي. طيب والباس إيه بقى الفايلز اللي أنا محتاج أعمل لها upload؟ تعالوا كده نقول له أنا هحتاج الديست ده اللي هيكون فيه الcompiled files، وهحتاج كمان الpackage.json عشان دي اللي هيكون فيها الdependency بتاعتي. تمام، هاجي هنا بقى في الرانر دي عشان أعمل داونلود للفايلز اللي أنا حددتها هنا. هقول له هنا steps، النيم هيكون download artifacts. طيب والأكشن actions/download artifact at v4. لازم طبعا أحدد اسم الارتيفاكت، هيكون اسمه source code زي ما حددته هنا فوق. تمام. طيب والباس أنا محتاج كل الفايلز اللي أنا حددتها هنا، فهقول له دوت سلاش. ممكن أحدد دايركتوري بنفسه، ولكن أنا محتاج كل اللي أنا عملت لهم انكلود هنا. فكده أنا عملت داونلود للسورس كود أو للارتفاكتس عندي على الفيرتشوال ماشين دي أو على الرانر دي. طب إيه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده أنا محتاج بقى أبتدي إن أنا أعمل ديبلوي للسورس كود ده اللي أنا عملت له داونلود عندي على الفيرتشوال ماشين، محتاج أعمل له ديبلوي على ال EC2 انستنس بتاعتي. بعد ما عملنا داونلود للارتفاكتس على الرانر، هنحتاج إن إحنا ننقل السورس كود ده من الرانر للبرودكشن سيرفر أو ال EC2 انستنس. وعلشان ننفذ الكلام ده هنحتاج نعمل transfer over SSH. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هيكون معانا الكريدنشالز الخاصة بالسيرفر أو ال EC2 انستنس، وهنبتدي نستخدم واحدة من الكوماند لاين تولز زي ال SCP أو ال rsync. الاتنين مهمتهم إن هما ينقلوا الملفات من السورس للديستنيشن، ولكن في بينهم اختلافات زي إن ال SCP بتنقل الملفات بشكل كامل، عكس ال rsync اللي بيعتبروها سمارت شوية عن ال SCP، لأن هي بتعمل سينكرونايز ما بين الملفات،
بتشوف لو في تعديل في ملف معين بتبتدي إن هي تنقل التعديل ده بس، مش كل شوية تنقل الملف بشكل كامل. فإحنا هنستخدم طبعًا الrsync، هنبتدي نستخدم action تستخدم الrsync، وهنبتدي نعمل transfer للsource code من على الrunner للproduction server. دي كده الaction اللي إحنا هنستخدمها، كل مهمتها إن هي تعمل deploy للكود باستخدام الrsync. لو نزلنا تحت شوية هنلاقي الconfiguration بيطلب مني الSSH private key وده required. طبعًا لو أنت بتستخدم حاجة تانية غير AWS فهنا بيوريك إزاي تعمل generate للSSH key. تمام، بيحتاج منك الremote host، هنشوف إزاي هنجيبه مع بعض، الremote user والremote port هو optional لو أنت مش مغيّر الport بتاع الSSH، لو أنت مغيّره فلازم تكتبه. تمام، لأن الdefault 22، لو أنت مخلّيه رقم تاني فلازم تكتب الvalue بتاعته. ومحتاج مني الtarget، هنشوف إزاي برضه نحدد الtarget. ولو نزلنا هنا هنلاقي الtemplate ده هناخده كده copy وهنروح على الvisual studio code، هنيجي هنا وهنعمل paste. نتأكد بس إن الindentation ما فيهوش مشكلة عشان ما يحصلش أي مشكلة. ممكن نغيّر الاسم لو حابين، وهو هنا متوقع مني كل الvalues دي تكون موجودة على GitHub secrets، لإن طبعًا ما ينفعش الcredentials تكون كده موجودة في الfile exposed، ده مش secure خالص. فهنروح على GitHub secrets دلوقتي مع بعض، هنرجع على الrepository بتاعتنا، هنروح على settings، هننزل تحت عند secrets and variables، هندوس actions وهنبتدي إن إحنا نقول له new repository secret. طيب أول value هو محتاجها الSSH private key، هاخد كده الاسم ده copy وآجي هنا أقول له paste. طيب والvalue هاروح كده أقول له nano، أنا عامل download للSSH key هنا، هاخد كده الvalue دي كلها copy وهارجع تاني وأقول له هنا paste وأقول له add، اتضافت عندي. طيب بعد كده محتاج مني إيه؟ محتاج مني الremote host. طيب تعالوا نرجع تاني نقول له new. طب الremote host دي أجيبها منين؟ هارجع كده على الEC2 instance بتاعتي وهاجي عند الconfiguration عند الdetails وهاخد الpublic DNS، أقول له كده copy وهارجع تاني هنا وهاقول له add. محتاج الremote user. تمام، ده الuser اللي هو هيلوجن بيه أو هيستخدمه. الuser بتاعي هو EC2-user. يعني أنا لو جيت هنا قلت له connect هانزل تحت هيقول لي EC2-user، ده الuser اللي أنا هاستخدمه الdefault user. بعد كده الremote target وده المكان اللي هو هينقل عليه الكود. يعني مثلًا أنا ممكن أحدد، إحنا هنا ما عملناش add، هاقول له new، هاقول له مثلًا /home/ec2-user/add. ده كده هيكون الtarget بتاعي، هاقول له add. طيب هل هو محتاج حاجة تاني؟ كده خلاص. هاحتاج بقى إن أنا أعمل include للfiles اللي أنا محتاجها يحصل لها transfer، فهاجي هنا، هو هنا محدد لي الdisk. تمام، ناخد بالنا لو مثلًا ال الfile بتاعنا أو الdirectory بتاعنا اسمه مختلف هنغيّره. ممكن نيجي هنا مثلًا، ممكن ده يبقى build مش شرط dist، هناخد بالنا كويس إن إحنا نحدد الأسامي بتاعة الdirectories الصح. طيب هنا هو هياخد كل اللي موجود في الديست، هو مش هياخد الديست نفسه، هو هياخد اللي موجود جواه. تمام، لو عايزينه ياخد الديست نفسه هنمسح السلاش دي. تمام، طيب محتاج إيه تاني؟ محتاج الباكج .json، أنا محتاج الاتنين دول. تمام، عندي هنا الإكسكلود أنا مش محتاجها لأن أنا خلاص عملت include للي أنا محتاجه، فدي كده مش هيبقى ليها أي لازمة. عندي بقى حاجة اسمها script before وscript after، يعني لو أنا عندي script عايز أعمل له run قبل ما الترانسفير يحصل، أو لو عندي script تمام بعد ما الترانسفير ما يحصل.
زي مثلًا الrun script لو أنا عايز بقى أعمل run للكود بتاعي. طبعًا خلّينا الأول نtest الstage وبعد كده نرجع تاني للscript تمام؟ طيب إحنا كده كُلّه تمام، تعالوا نقول له status ماشي، عمل reply أقول له define the deploy ونقول له push. تعالوا نرجع تاني كده، هنقول له actions ندخل على الjob. طيب جاب لي إن الdeploy حصل فيها مشكلة. إيه هي بقى المشكلة؟ المشكلة إن الاتنين حصل لهم run in parallel. أنا المفروض أستنى لمّا واحدة تخلص، لمّا الtest and build تخلص وبعد كده أبدأ في الdeploy. طيب ده طبعًا ما اتحققش، مش هيتحقق غير لمّا أروح كده عند الdeploy تمام، وأقول له هنا needs وأحدد اسم الjob test and build. كده أنا باقول له ما تبدأش غير بعد الtest and build ما تخلص تمام، كده مش هيشتغلوا in parallel. أنا مش محتاجهم يشتغلوا in parallel. هاجي هنا تاني أقول له add مثلًا needs attribute وأقول له push. وتعالوا نرجع تاني على الrepository ونشوف إيه اللي هيحصل. كده هو في الtest and build لسه، وبعد ما الtest and build تبقى success هيبدأ على طول في الdeploy. هنشوف دلوقتي مع بعض. هو أنا كده لسه في الtest تمام، الtest كده خلصت، هيبدأ بقى إيه في الdeploy. تعالوا كده نشوف الdeploy. عمل download للartifacts خلاص، وبيبتدي إن هو يعمل deploy للstaging deploy على الstaging قصدي. تمام، كده الدنيا ماشية تمام، كده خلّص. المفروض بقى إن أنا أروح أعمل connect على الEC2 instance بتاعتي، أقول له connect. أنا هاعمل connect على الconsole وهاروح على الpath اللي أنا كنت محدده كان /home EC2-user. هاعمل ls وهالاقي عندي الapp. تعالوا كده ندخل جوّه، أقول له ls. ده كده كل اللي كان جوّه الdist والpackage.json. طب حلو أوي. هنحتاج بقى إن إحنا نعمل run للكود بتاعنا، run للscript بتاعنا تمام، من خلال الscript after. بس الأول لازم نتأكد إن الserver بتاعنا عليه Node.js. يعني اتأكد إن أنت عامل install للنود على السيرفر عندك، علشان هنبتدي إن إحنا نعمل run للPM2 واعمل install للPM2 اللي إحنا هنحتاجها، وهنعمل run للscript من خلالها. تقول له npm install -g pm2 واعمل install للPM2 تمام. مش هنستخدم npm start لأن هي تعتبر block process، فهنستخدم أفضل PM2 ودي المستخدمة دايمًا على الproduction. هنرجع تاني على الVS Code وهنبتدي إن إحنا نحدد الrun script. هنمسح كل ده. أول حاجة نتأكد إن إحنا موجودين عند الapplication path، فهنقول له cd وآدي عندنا الtarget أهو. بعد كده هنقول له pm2 start npm -name http app ده اسم البروسيس، وبعد كده -start. يبقى أول حاجة هاعمل navigate للapplication layer وبعد كده هارن الpm2 script. طب تعالوا بقى نعمل push للكود. نقول له push. كده الwork flow بتاعتي خلاص بقت success. هابتدي أروح على EC2 instance. تعالوا كده نقول له pm2 list. آدي الapplication بتاعي pm2 tops 0 أو الID بتاعه 1 تمام. كده الapplication بتاعي شغال. تعالوا كده نعمل test.
هيقول لي hello GitHub actions. طب تعالوا كده نعمل update في الكود، نقول له مثلًا hello GitHub actions update to، أو ممكن كمان نحط route جديد slash مثلًا message، نقول له new message. كأني باعمل تعديل في الكود عادي، أقول له push. تعالوا نروح كده نشوف. تمام كده الtest and build. هنستنى الdeploy، والمفروض إن إحنا نعمل تيست على الراوت الجديد. هو دلوقتي not found. استنى الديبلوي. تمام كده done. تعالوا كده نشوف مرة تاني. لسه not found. طيب PM2 list. في مشكلة إن هو عمل start لبروسيس جديدة، المفروض يعمل restart للبروسيس اللي موجودة بدل ما يعمل create لواحدة جديدة. طيب فدي مشكلة من الPM2، إحنا هنحذف الاتنين. تمام. وتعالوا هنا مرة تاني هنقول له PM2 restart HTTP أو اعمل start. وتعالوا كده نجرب. هنستنى الجوب بتاعتنا أول ما تخلص. تمام لسه in progress. نروح مرة تاني أقول له info list. تمام online. دي كده الراوت الجديدة. طب تعالوا نعمل آخر تعديل. تعالوا مثلا نخليها message to، نعمل update للراوت ونقول له git push. فالمفروض لما أجي أعمل navigate لmessage to يطلع لي message بدل not found. فهنستنى كده بعد الديبلوي ما يخلص، وهنرجع نعمل تيست مرة تانية. كده خلاص التيست اند بيلد، وادي كده احنا في الديبلوي. تمام تعالوا كده نجرب مرة تاني. تمام هو جاب لي كده خلاص نيو مسج. لو رحت على الراوت القديم هيقول لي not found، يبقى كده التعديل بتاعي سمع. تعالوا نشوف كده بإنتو ليست اونلاين كده. تمام نفس البروسيس، ما عملش كرييت لواحدة جديدة. تمام هو عمل للبروسيس اللي موجودة ريستارت. فكده إحنا وصلنا للdeploy stage، كده إحنا خلصناها. زي ما قُلت لكم ممكن نضيف مثلًا step زيادة زي إن إحنا نبعت notification، أو نضيف مثلًا health check على الproject بتاعنا أو الapplication بتاعنا، نتأكد إن الapplication بتاعنا شغال ما فيهوش أي مشكلة. GitHub Actions من الtools اللي هتلبي احتياجك بشكل كبير جدًا، خصوصًا لو أنت حابب تبني DevOps workflow في وقت قصير وبأخطاء أقل.
مقارنة طبعًا بباقي الtools. ولكن في بعض الحالات لا يُفضّل استخدامها، زي مثلًا لو أنت حابب تستخدمها إن أنت تعمل بيها cron job تاخد لك backup للdatabase في وقت معين، ففي tools تانية أفضل وfree، لإن طبعًا ما تنساش إن GitHub Actions ليها خطط أسعار. إحنا عشان كنا شغالين على public repository، فطبعًا الpublic repository ما لهوش أي تكلفة. لو عندك complex orchestration، يعني مثلًا عندك مجموعة tasks بتعتمد على بعضها داخل الwork flow بتاعتك، فالأفضل تتجه لtool تانية، لإن ممكن GitHub Actions ما تدّكش الflexibility دي. وطبعًا مش محتاج أقول لك لو الrepository بتاعتك خارج الGitHub، يعني موجودة مثلًا على GitLab، فممكن تتجه لحاجة زي GitLab CI أو Jenkins. وطبعًا لو حابب أشرح tool من الtools دي اكتب لي في التعليقات وإن شاء الله أشرحها الفترة الجاية. كده إحنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا، ولو في أي أسئلة ممكن تكتبوا لي في التعليقات، وما تنساش لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.